السلام عليكم. لا غوسيت جايه من جنوب ايطاليا، لا بارميجانا او الكغاتان ديال الدنجال. المكونات ديالها الصلصه ديال الطماطم والدنجال والجبن. فاول حاجه كنقطع هكا الدنجال شرائح مغليظه مرقيقه، كنديرها في بلاطو اللي يدخل الفران، كنزيد عليها زيت الزيتون الملحه والبزار. فالوصفه الاصليه كيقليو الدنجال، فانا جربت درته في الفران فكيعطي نفس النتيجه وما كيكونش رافد الزيت بزاف. بالنسبه لاصوص فانا استعملت مطيشه اللي كتكون حب في الطاس، تقدروا تستعملوا مطيشه طريه. طحنتها مزيان مزيان في مقله، درت زيت الزيتون، الثومه، البصله، ورقه سيدنا موسى او ورق الغار والزعتر. خليت داك البصله هبطت شويه، كنزيد عليها الصلصه ديال الطماطم، الريحان او الحبق، شويه ديال السكر، رشه ديال الملحه، رشه ديال البزار. كنغطي عليها كتغلي واحد 25 دقيقه. من بعد ما طاب الدنجال كنبقى غادا كنستف. تبقى ديال الصلصه ديال الطماطم الدنجال كنغطيه بالصلصه من الفوق، رشه ديال الجبن البارميجانو. كنبقى غادا هكا حتى كنسالي الكميه اللي عندي. في اخر طبقه كنزيد طروفه ديال جبن الموتزاريلا والحبق او الريحان، وكندخل البلاطو الفران. وهذا هو الشكل ديالو بعد ما طاب. ولقاكم على خير والفيديو جديد ان شاء الله.